الدموع حدث ولا حرج. حدث ولا حرج يا طيب الأسماء عبد الله، وأنت لديك نماذج من الشعر القديم كده، انتخب لنا من النماذج اللي عندك عشان نشوف انت تذوقك للشعر القديم شكله كيف. بتبدا لنا بمنو اولا؟ طيب، بسم الله والحمد لله الذي والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد الذي كانت الغاية من افتعاسه الحق الرحمة بالعالمين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أولا أحيي قناة الخضراء، هذه القناة الفتية، وحي الدكتور محمد الفاتح. ومحمد الفاتح عرفته عن كسب قبل سنين، وهذا الرجل يتجمل بفضائل سنين ما كثيرة، ما تكبرنا ذاك من زمان ندعو عمر الخير. هذا الرجل يتجمل بفضائل ومعرفة لا حدود لها في شعر البطانة. بارك الله فيك. البطانة هذه الفتاة ذات الطول الفارع التي تفرض ضفائرها الطوال في مساحات بعيدة على أرض الوطن. هذه المنطقة طالما ألهمت الشعراء والمغنين بأشعار جميلة لا شك جديرة بأن يوثق لها. نعم كما يقول أستاذنا عبد الفاتح. نعم وتحفظ كعهدة حتى تستلهمها الأجيال القادمة. صحيح. ويبلغ تأثيرها غايته ومداه. وأعجبتني مقدمة الدكتور محمد الفاتح في هذا الجانب. والشعر القديم يا أستاذي نماذج الدار نماذج لمنو من الشعراء؟ والشوراني والصادق أحمد عوض الكريم والحاردلو. يعني الشعراء الجراري ديل لما نذكرهم ونترحم عليهم ونقول رحمه الله عبد الرحمن الشوراني، شاعر قامة كبيرة، وشاعر من جرارق وركائز الشعر السوداني. مثل الشوراني لا يتحدث عنه أمثالي، ولكن نذكر بعضه. نعم. أنا ليس بقدر الرجل الذي يتكلم عنه الشوراني، ولكن لا بد للمرء من كلمات يحق بها الحق. نعم. والشوراني شاعر كبير، وأنا استحضرني بعض من مصدار الشراد. نعم، نستمع. بيقول فيه الشراد يناتل في الرباط حد ليله، عارف النية سفرة وليها شامك حيلو، الشغل الفكر تاتاي مشوي حيلو، ناير ونادي وعالي على الشباب سكيلو. ايوه. الشراد وقد قلت له حيلك شدو، منع الصوت وشوش وجاب نفايل جدو، عليه خلتني نجم الليل غفر وعد، وخرت الزم ونفض السرج وقطع قلت. الشراد جمل الكاهلي والحاج حامد، حبوباته 9 عزاز، حساب جامد هجم دور صبح ناري جمرها خامد. يا شراد ود الحوري فك السكة الفخ طريق اللوري، على الحد طمنا نرقد قصرها الجمهوري، قد سرجق عوى ودق الوتر مصوص زوري. هنا الشراد بيقول له الخبيب البيه بتوصيني، ما شاهدت في كف الشمال ويميني، بلد الفم ازرق وفاطر ابيض صيني، بدني بعيد بانش الكريم وعنيني، انش الكريم وعنيني، والعلوم الساس وقوى عظامي، عارفك دافق لي هجم بركه الشامي، كان طوحت للحسكه ورخيت لزمامي، بتشوف جمع لي واسع الخلق قدامي. لكن الشوراني هنا دكتور ما وسطك، قالوا يا شراد عقد كان جيل بعيد شروف، زوع وادعي بقوايمك واستعين بكفوف، كان الليله بلدان طعم ما نطوفن الغنى والصعود والعيش جحد معروف. يعني يقول لي جد عارقة الدكاكين البنوها زناكي، رسنك زاعة الوردان ودومك باكي، تفاح ضنقل العنف الصبيت متاكي، ألزز منه رتسيد الحي الإدراكي. الحي الإدراكي ألزز منه رد سيد الحي الإدراكي. موسيقى مدوزنة. المحطة هنا يقول آمر لي جلست على الفراش الساهل، شايفه مهتم بنزول بقفايا مباهل، كفيت بصري قلت لي قلبي خليك ماهل، هزاك خلى عزمك صبر زي جاهل، خلى عزمك صبر زي جاهل، صغد لاولاد مكانه وعزه جونا ورحبوه بنا بلاغه ضاده وكزه، فلان العزل الظهر بقفايا النزه اطعم محل للبنون ولزه. طيب عبد الله حمد الشوراني رحمه الله رحمه واسعه، شاعر متمكن من القافيه ومتمكن من مربع المزدار،
وصور يعني أنا يعني دائما الإشارات الإيمانية صح. بإنش الكريم، نعم. بإنش الكريم وعنيني وعنيني. الاجتهاد. يعني هذا الأمر لا أستطيع أن أنجزه إلا إن شاء الله نعم. سبحانه نعم. وتعالى. هذه المسائل الإيمانية نعم. في شعر عبد الله حمد الشوراني كثيرة 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 وكل الذين جايلوا ودائما يختم المسادير بيقول أستغفر الله. نعم. استغفر. نعم. يعني أنا جلست مع عبد الله حمد الشوراني رحمه الله وسجلت له عدد من المسادير. نعم. ما ختم له مصدار ولا يقول لك استغفر الله. وكل مسادير ينزل فيها يصلي. ينزل يصلي. نعم. صليت الظهر كسبت فضيل. ولاحظت فلانا الفرقة هدوف مننا ملحيه روح منزل القدام صليت فيه. رحم الله عبد الله حمد الشوراني، شاعر صميم. وانت ذاتك يعني اختيارك للشراد ونماذج من الشراد ده بيخلينا ان احنا ننتخب عيون المسادير وعيون الشعر الشعبي السوداني القومي الاصيل. عبد الله حمد الشوراني يعني شعره يدرس وينظر فيه ويتفرس فيه الباحث بعمق. والله. ولا شك انه سيجد ضاله وسيجد فيه كنوز ثمينه جدا. نرجع لك ثاني، نحن جيناك ثاني يا نافع. نافع الصديق ود النقارة. مرحبا والله. ونافع النافع، اسم نافع دي اسم سمح. قبيلك انت سنيتنا كده الغنى ده بسن يا طيب. اي والله بسنه بحرك القلب. والله حس ان شاء الله بديكم اغنيه الشاعر الملعين كلمات علي بابكر الابريش وله التحيه لعلي بابكر الابريش. عنده معانا مجلس فوق الجابركه. نعم. وله التحيه. نعم. شاعر يعني نصوصه الغنائيه طعمه. ايوه. وحادقه. ولطيفه وبهندسه وبهندمه كويس. ودائما بنلقى عنده يعني مدماك الغنى عنده مقعد موزون زي مدماك المبنى. دائما البنى ده كمان مدماكه ده وزنوه بخيط يا زبير بعد شوي بيقع. بيقع والله. يلا راح كده نسمع بريش قاشي مع الزبير. يلا الزبير خش. بالي ما مرتاح علي ما طل صباح تاني موجونة علي ما طل صباح تاني موجونة بساهر طول الليل تاني موجونة بساهر طول الليل تاني موجونة جسمي عبق نحيل تاني موجونة الشعر نوم دين قالوا موجونة وخلوا قلبي حزين تاني موجونة
اذا قلنا يا نافع، اذا قلنا الدلوكه بتتهبك وبتتخنق خنق الدلوكه. ها، وانا اقول السلك ده شنو؟ السلك ده نقول بيتكلم، نقول بيسوي يعني، لانه يعني الوتر اللي غنيته ده حنين خلاص، والاغنيه اللي فاتت دي بري ذاته خدت فيها حنان شديد، تاني مبجونه، وتاني دائما الوداع بيكون فوقه يعني، بيكون فوقه حزن كده وشجن. صح، زي كلامك ده ذكرني كلام واحد من شعرانا في البطانه هنا، انا قشت معاه حديثنا، لكن بيقول الليل الصعيد امسك بروقي برقن وما حاس بالسنين من البريد يفرقن. الله. وكنت وادعنا فارد ايديه ولينا مدا، بس خلينا طعم ايام معاه دعدنا. بس خلينا طعم ايام معاه دعدنا. يعني في محنه، في حنان شديد جدا. الوتر ده دق لينا نافع الصديق ده ود النقاري ده وتر فيه حنان شديد جدا، اصله يعني قطع شك. انت تسمع الوتر ده وطبيعه الايقاع واللحن ذاته لحن سوداني خالص، لحن سوداني خالص. نحن قاعدين نقول دائما، قاعدين نقول انه الدوباي صوت سوداني خالص. نعم. والربابه دي ذاتها انتبهناها وفتشناها وحفرنا حفر عميق في الثقافات القديمه، بنلقى عريقه ده مغزوز في طينه السودان. نعم. ده بحفر عميق شويه كده. والايقاع ذاته، الايقاع ايقاع السيره ده، ايقاع الحماسه ده، وايقاع العرض ده برضه ايقاع يعني محله. نحن على ثقه بان هذا السودان هو مولد الثقافات. نعم. وهو منشأ الثقافات الاصيله للدنيا. نعم. يعني احنا غايته مالين يدنا من شديد. استاذنا عمر الشاعر الله الناقد الدرماني الله يرحمه عنده كلام قاله في شعر بيت استاذ عمر الشاعر. عمر الشاعر كان ناقد من النقاد اللي عاشوا في الفتره الماضيه دي، وزول عنده علم باللغه. فتكلم مره كده عن دوبيت، قال الشعر طبعا المثقفين بيقولوا لدوبيت الشعر القومي السوداني، يقول لك ورا المثقف قال الشعر المكتوب باللغه الدارجيه اللي هو الدوبيت مكتوب باللغه الدارجيه السودانيه شعر مبني على اللحن، لا ينتمي لقواعد اللغه العربيه ولا يعرف قوانين الخليل بن احمد. شعر بتاع بيئه حقنا نحن بس، ابن بيئته. نعم. شعر هو شعر بيئه، لكن اللغه زي ما قال هو فعلا انت كلامك انه كونه يعجبني الشرح دكتور ابراهيم الحردلو في لشوي كم شو يملهن، عشان تعرف اللغه مربوطه هناك من الجزيره العربيه. لا هو هذا يقول كم شو يملهن، الحردلو قال كم شو يملهن زمن كثير فوق ناقه، زمن في طرف ريسه وشوي باقه، عكسنا الدهر كترد علينا العاقل نحن برانع. قال شو يمدي معناها زمان العرب لما نجوا ماشيين من الحجاز الشام بيقولوا شويم، يعني مشى الشام. فلما نجوا البطانه هنا بقوا اي حته ماشيين لها مشويم. طيب اي حته انت قاصدها ماشي مشويم. الشرح لا عجبك شنو ليه؟ عجبني انه عجبني الشويم دي. انا زمان الشويم دي كنت يعني قايله مفرده اصلا، انا كنت قايل الشويم دي عندها اصلا معنى في اللغه هنا عندنا، يعني ما كنت قايله بس انزل جابها بصمتها كده من الجزيره العربيه. يعني هسه انا كان بقيت ماشي من حداف مثلا للمهدات بقول انا مشويم، مع انه هي المعنى اصلا كان هناك في الجزيره العربيه للزول المشي الشام. طيب لان هي كده انا اريحك يا طيب الاسمع. نعم. اريحك كلامك ده سمح جدا وطيب. يعني احنا الليله ما شويم براها. نعم. لو مسكنا القاموس بتاع اللهجه العاميه ما ده لسه نموذج كده. اسمعني شويه. يعني احنا لو نظرنا لعون الشريف قاسم في قاموس اللهجه العاميه في السودان بنجد انه ما شويم كم هائل جدا من المفردات جذورها ككلها يعني تنتمي الى العربيه الفصيحه وتصرفت هنا عندنا انه اخذت استودنت اخذت الخصائص البيئه المحليه. كلامك ده يعني له ما يسنده. طيب كده خلينا نحن ما دارين نميل الى التنظير كثيرا، دارين نحن نماذج وشواهد. نعم. انت قبلك انتخبت لنا من الشوراني، انتخب لنا من شاعر اخر صادق مثلا عشان ما عندك شيء. نعم انا عندي، لكن انا شعري ليس على قالب الدوباي. ايوه عندي على قالب الدوباي رباعيات بسيطه نسمعين ونسمع غيرين. يلا انتخب لنا اللي شاعر. انا انتخب لكم تسمعوا للشاعر الصادق حباوي. اقول لكم 4 يعني الصادق ده هذا نسمع الأربعة. الصادق قال بعدين نعلق عليه. قال في البطانه بقول لها يا المرداء الردم فيخك سحاب الطرفه
وجدع النميم بيجي فوق قفاك غير كلفة. مرية وفيك العمار بتبقى الخلفة مطروحة وجناح الكوع وطن حلف. الموتى مهبج صقاره تابع خيلك، حلة كريمة ما بتجوعيه خيلك، رب العزة بوابل المطر ساخيلك، السحة والمفاريط والصفاري نخيل. ده انا تعجبني هذه المقابله عند الصادق، لكن ثاني الصادق نحن نقول انه نحن يعني اصله لو نظرنا هسه لو رجعت لي للمربوع ده ثاني، يعني قد تكون الروايات في بعض الاختلاف. نعم. في روايه المربع الشعري لشاعر واخر. نعم. يعني انا المربعات دي سمعتها بروايه اخرى. نعم. يعني انت بتقول شنو في المربوع ده؟ يقول يا المرداء الردم فيخك سحاب الطرفة قد عن النميم بيجي فوق قفاك غير كلفة، بيجي فوق عفاك بيجي فوق عفاك غير كلفة. يجي فوق قفاك مرية فيك العمار بتبقى الخلفة. لا هنا ما شفت هنا مرية ومطروحة وجناح الكوع دم البروع الرابع. انت بتقول شنو هي؟ جيب المربوع ثاني. لانه المربوع ده فيه انا حاسس فيه نايم. نعم. قول لها يا المرداء الردم فيخك سحاب الطرفة، الردم فيخك سحاب الطرفة جدي عن النميم بيجي فوق قفاك بيجي فوق عفاك. فاذا ما انت عفاك فوق عفاك غير كلفة. مرية فيك العمار بتبقى الخلفة مطروحة وجناح الكوع وطن. مرية وفيك بتبقى العمارة الخلفة. مرية وفيك بتبقى العمارة الخلفة مطروحة. مرية وفيك بالطبقة العمارة الخلفة مطروحة وجناح الكوع وطن حلف. مرية وفيك بالطبقة العمارة ما خلفة يعني تملاه يحلبوها تتملي العمار وثاني تملاه مرتين يعني. ده المعنى هنا يعني الليلة العمار هي ما آلة الحلب القرع البتاع وده هناك الكبروس الاثنين بتملاه الخلفة وتملاه ثاني. مرية وفيك بالطبقة العمارة الخلفة مطروحة وجناح الكوع وطن حلف. شوف المربوع نحن لو فتشناه وجينا نرص صح بنلقى احيانا الروايات نعم. طيب كده يا طيب طبعا استاذنا ما زي يعني ما جاي لنا الناس الصادق ديل وما عصرناهم، وكل الكلام ده نحن سمعناه مشافهة عشان كده بيحصل. وبعض بعض الدواوين المكتوبة والشعر الشعبي المغروضة ما يعني أنا قايل الشفاهة بيكون أفضل. حتى الشفاهة غير خلي المجاية والمعاصرة ديلك طبعا أفضل. لا تسمع من صاحب ذاته من فم دي المعاصرة. يعني الليلة والشوراني اللي أنت قبل ذكرته ده لما تسمع مسادير دي وسمعتها منه بتلقاها الآن الشايلينها الناس مختلفة اختلاف كبير جدا. نعم. يعني الآن المسادير والشوراني على غير التي يرويها الناس. عشان كده قلنا هو بتاع بيئة معينة. طيب بتدينا من شعرك، خلينا نسمع من شعرك يا الاسم. عندك شنو؟ نظمتك انت قلت في المربعات. انا والله ما نظمت مربعات ما كثير. وكان برد على اخوي احمد محمود قدوره. ايوه قلت شنو؟ احمد ده والله انا كاتب له مصدر اسمه مصدر العشق فجاه كده الراجل بدون انا قام كتب. انا ذاتي ما كنت قايله شاعر. طيب وحدثني مرعي عوض الله قال لي والله احمد ده كتب له شيء وقريته لقيته شيء. طيب قلت ارد عليه هاي فقمت قلت له يا مرعي ماله الليله وتقدوره نفس الفاضله بوابل العشق منطوره صادن الدغس كتلن صفا دمه زي ماسوره دفر نروحه في درب الهلاك مجبوره العسل المصفى معبى في قارورة كن معاي نبهل دمعي زي نافورة حالات حديث ومنقتل معصورة حرقا كبدي مرقا روحي يا قدور. يقول له هو حدايق جنة الساجعات تغني طيورة والقمر اللي بيضوي الليل مع انجيماته فضلة نورة تفوق تاجوج غوام وسماح وطلعت صورة تبكي المات والحيين وبالنجوم. جميل. فشعري كده بقول له الصف جمال منهن كل الخلوق مبخورة تهوي الحب ما سمعناه في كتاب العشق مذكورة الخلاني ما أشوف غيره في المعمورة طحن قلبي دار شاتنه عيش مكنون. هنا شعري طحن قلبي دار شاتنه عيش مكنون.